حلقة جديدة من مسلسل التوتر الصيني التايواني. الصين تستفز جيرانها من جديد وترسل ب36 طائرة مقاتلة بالقرب من تايوان، وهو ما تعتبره تايبي حملة ترهيب طويلة الأمد. فعلى حد قول وزارة دفاعها، حلقت 10 طائرات صينية فوق الخط الأوسط في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني. أوضحت كذلك الوزارة أن بكين أطلقت قاذفات قنابل ومسيرات غير بعيد عن الأراضي التابعة لتايوان. ولطالما أصرت الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، وتعهدت بإعادة توحيدها وضمها إليها حتى لو اضطرت للجوء للقوة. تايبي من جهتها ترفض الموقف الصيني وتعتبر تحركات بكين الأخيرة انتهاكا لسيادتها، وهذا ما أكدته رئيسة تايوان تساي إنغ-وين مؤخرا في تصريحات نارية جديدة موجهة للصين، حيث شددت على أنها ستواصل العمل على ضمان استمرار انتماء الجزيرة لشعبها ولن ترضخ لمطالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن وجود تايوان ليس استفزازا لأحد. وفي ظل تكثيف الجيش الصيني لمناورته قبالة السواحل التايوانية، نظمت تايبي تدريبات عسكرية مع بعض حلفائها وعلى رأسهم واشنطن، لتظهر لبكين أنها لا تقف لوحدها وأن هناك من يدعمها.